النبات الطبيعي أفضل والّا الصناعي؟ السؤال ده بييجي لي كتير أوي، وأنا شايف إن ما فيش حاجة اسمها أفضل على الإطلاق، هتلاقي إن الطبيعي فيه مميزات وعيوب والصناعي فيه مميزات وعيوب، ولكن أكتر عيب موجود في النبات الصناعي هو عدم إحساس الحياة، حتى وإن كان في نباتات صناعية كتير أوي قد تبدو في الصور إنها طبيعية، وأنا باقول في الصور، ولكن تفاعلك معاها لو أنت شُفتها بصريًا والreflections أو الانعكاسات بتاعة الضوء بتاعتها مهما كانت ما بتحاكيش الواقع بنسبة 100% أو بنسبة 100%، زائد الطبيعة بتاعة النباتات ككائن حي موجود في البيت أو موجود في التصميم الداخلي بيختلف كتير أوي عن الصناعي. طيب أُمّال إمتى نستخدم الصناعي؟ إحنا بنستخدم الصناعي في الحاجات أو في الأماكن اللي ما ينفعش إن إحنا يكون عندنا اعتناء دائم بالطبيعي فيها. يعني لو إحنا المكان بتاعنا ده مثلًا مكتب بتروحوا يوم في الأسبوع والّا حاجة، مش هينفع في الحالة دي إنك تستخدم الطبيعي، فأنت في الحالة دي لازم تستخدم النباتات الصناعية، لإن النباتات الصناعية تحتاج عناية من نوع النضافة بس مش أكتر، أمّا الطبيعي بيحتاج طبعًا مَيّة وكلام من ده، وإن كان بعض الحاجات دي ليها حلول، في أجهزة بتتحط عشان تسقي النباتات في عدم تواجدك أو الكلام ده كله، ولكن برضه يزال النباتات الطبيعية بتبقى فيها مشاكل مع الحشرات وبتتطلب معالجات كتير أوي. أعتقد إن أغلب الناس عارفة اللي أنا باقوله ده، ولكن أنا باقوله من منطلق إن في نباتات صناعية دلوقتي طالعة شكلها قد يبدو طبيعي جدًا، بس قد يبدو طبيعي في الصور، إحساس العنصر بطبيعته مش موجود، الإحساس الطبيعي بتاعه مش موجود، وده إحنا شُفناه قبل كده في الأخشاب. يعني في أخشاب كتير أوي هتلاقيها بت ب بتكون معمولة كطبقة بس منظر على نوع تاني من مش عايز أقول من الأخشاب، بس يعني على نوع تاني من الmaterials اللي هو زي الMDF والكلام ده، علشان يدّيك بس إحساس العنصر الطبيعي، وإن كان هو يقدر إن هو يدّيك ملمس الخشب الحقيقي من غير ما يحط أي عناصر لا MDF ولا أي حاجة، بمجرد خامات بلاستيكية وحاجات مُعاد تصنيعها وحاجات مُعالجة. وبرضه شُفنا ده في الأرضيات، في أرضيات كتير أوي زي الفينيل وزي الباركيهات اللي معمولة من حاجات مُصنّعة، شكلها في الصور بيكون طبيعي جدًا، شكلها من بعيد طبيعي، ولكن إحساس مشيك عليها وإحساس العنصر الطبيعي اللي بيبقى موجود في الخشب ما بتلاقيهوش. ولذلك أنا عندي كلمة قُلتها كتير وهاقولها تاني، الحجر حُطّه حجر، والخشب حُطّه خشب، والرخام حُطّه رخام، أي بدايل ما بتحققش نفس العنصر الطبيعي، وإلا كان زماننا استغنينا عن العنصر الطبيعي من زمان. العنصر الطبيعي ليه مميزات، ممكن قد يكون ليه عيوب، وقد يكون الصناعي أفضل في بعض الأحيان، زي أماكن المستشفيات. أماكن المستشفيات ما ينفعش تحط فيها مثلًا باركيه طبيعي، لأنه مش مُعالج ضد البكتيريا والفطريات مهما كان يقول لك ده مُعالج، هو ما بيبقاش مُعالج 100% زي ما تكون الخامة المسامات بتاعتها مقفولة، اللي هي زي المواد البلاستيكية أو المواد الPVC أو المواد الفينيل أو المواد دي كلّها، ولذلك ساعات تلاقي الحاجات الصناعية أغلى من الطبيعي. الأحجار في ساعات أشكال معينة تبقى أنت عايز تطلّعها ما بتطلعش من الأحجار بسهولة، وممكن تكلفتها تكون عالية جدًا، فهتلاقيها في الصناعي أغلى من الطبيعي شوية، ولكن مش زي لو حاولت تعملها من الصناعي، زائد الquality أو الجودة بتاعة الصناعي بتكون أفضل من الطبيعي في بعض أنواع التشكيلات، سهل التقطيع فيه، سهل التشكيل، الكلام ده كله. فكل حاجة ليها حاجتها، بس طالما أنت حاطط العنصر لغرض الشكل بس أو لغرض الvalue أو القيمة بتاعته، يبقى تستخدم طبيعي. هتحطه لأغراض تانية زي الأغراض الوظيفية زي ما قُلنا مستشفيات أو الكلام ده كله، لأ، يبقى ساعتها أنت هتبُص للحاجات المصنعة أو للبدايل. ولكن بنعرف منين جودة البديل ده إذا كان جيد بصورة كافية والّا لأ؟ أكتر حاجة تعرّفك هي الانعكاسات مع الضوء. ما فيش خامة في الدنيا يا جماعة مطفية 100%، أي خامة في الدنيا بيكون فيها نسبة reflections أو نسبة انعكاسات، نسبة الانعكاسات دي بقى ما بتاخدهاش أنت بقى من الصناعي زي الطبيعي، فهي دي بقى نسبة الreflections اللي الناس اللي بتصنّع أو اللي بتعمل الخامات المصنّعة البديلة بتحاول إن هي تأكد عليها، زائد بقى الtexture أو الملمس اللي برضه بيشترك معايا في الانعكاسات والكلام ده، زائد المسامات بتاعة الخامة، زائد الصوت بتاعها لو أنت بتتعامل معاها physically أو بتتعامل معاها جسمانيًا بتحركها كلام من ده، هتلاقي مثلًا مشيتك على الباركيه الصناعي غير الطبيعي، كل الاعتبارات دي هي اللي الناس اللي بتصنّع بتحاول تلعب فيها إنها
انها تطلع لك افضل احساس او افضل كواليتي ممكن يحاكي الطبيعي، وقد يكون افضل في بعض الاحيان زي ما قلنا في حالة انك بتفكر فيه وظيفيا.